عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله عندنا النهارده حكايه جميله قوي هنحكيها مع بعض. الله يا مس غاده، حكايه ايه؟ انا مشتاق قوي ان انا اسمع الحكايه. طيب يا ارجوزي، نفسك تسمعها؟ ايوه طبعا. طيب اسمع معايا. كان يا مكان يا سعد يا اكرام، وما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. كان في بنوتة جميلة اسمها أميرة. أميرة قامت من النوم وحبت تروح تتفسح. راحت لأمها. قالت لها يا أمي، ممكن يا أمي نخرج نتفسح النهاردة؟ قالت لها الله يا أميرة، فكرة جميلة، ممكن تروحي تقولي لأبي. بسرعة أميرة راحت لباباها أبي. قالت له يا أبي يا أبي، ممكن يا أبي نخرج نتفسح؟ قال لها عايزة تروحي فين يا أميرة؟ أنا نفسي يا أبي نروح النهاردة حديقة الحيوانات. حاضر يا أميرة، يلا بينا نروح حديقة الحيوانات. وبسرعة بابا وماما وأميرة ركبوا السيارة بتاعتهم وراحوا حديقة الحيوانات. وأول ما دخلوا شافوا إيه؟ الأسد. أسد ملك الغابة، أسد قوي جدا. أميرة أول ما شافته خافت. بابا قال لها ما تخافيش يا أميرة، الأسد في القفص ومش هيعمل فيكي حاجة ومش هيأذيكي. وبعدين بابا أخدها ومشى من عند القفص بتاع الأسد. وراحوا شافوا إيه؟ الأرنب. أرنب شافوه، وكان الأرنب قاعد بياكل جزر، وأميرة كمان أكلته الجزر اللي هو بيحبه. بعد شوية أميرة حست إن هي جعانة. قالت لمامتها يا أمي، ممكن أنا جعانة، ممكن تجيبي لي حاجة أكلها؟ لا طبعا، أنا محضرة لك فاكهة جميلة جدا يا أميرة إن أنت بتحبيها. فاكهة إيه؟ أناناس. أناناس. أميرة أكلت الفاكهة بتاعتها فكانت فرحانة جدا وهي في حديقة الحيوانات. وقعدت تلعب مع بابا وماما ورجعت البيت بتاعها وهي فرحانة وسعيدة. ايه رأيك في القصة النهاردة يا أراجوزو؟ الله، دي جميلة قوي يا مس غادة، ده أنا بحب أوي القصص بتاعتك دي. شوف يا أراجوزو، معانا النهاردة، تعالى نشوف كده أميرة عملت ايه. يلا يا مس غادة نشوف أميرة عملت ايه. شوف، راحت لمين؟ مين اللي هي راحت تقول له؟ قالت لها أمي. أب. أب. شافت ايه؟ أسد. أسد. شافت ايه كماني؟ أرنب. أرنب. أكلت ايه؟ أناناس. أناناس. كل ده يا أرجوزو. يا ترى انت سامع صوت ايه ده؟ صوت؟ ايوه يا مس غدا، انا سامع صوت كده. ايوه، صوت حرف الألف. برافو عليك يا أرجوزو، برافو. انا شاطر يا مس غادة، شاطر جدا يا أرجوزو. عرفت النهاردة عندنا النهاردة حرف ايه؟ حرف الألف. الله، شكلك ايه يا حرف الألف؟ انا شكلي اهو. استنى يا أرجوزو، هجيب لك حرف الألف. انا حرف الألف. الله، شكله جميل قوي يا مس غادة. ايوه يا أرجوز، شايف ازاي؟ انا واحد واقف على السطر وفوقي همزة، هلال وخط مائل. الله، ده شكله جميل. ثانية يا مس غادة كده ما امشي عليه. واحد اهو، صبعي واحد، فوقه همزة، همزة، هلال وخط مائل. الله، حرف الألف. أه 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 أه، صوته إيه؟ قول معايا. أه أه أه. أب. 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 أم. أسد. أرنب. أناناس. يلا يا رجوزو، تعرف تجيب لي كمان كلمات فيها صوت حرف الألف؟ استني يا مس غادة. أيوه. أه 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 أه. أهرامات. برافو يا أراجوزو، شاطر. أهرامات فيها حرف الألف، تبدأ بحرف الألف. برافو عليك. طب تعرف يا أراجوزو كمان تقولي كلمات فيها حرف الألف احنا ما أخدناهاش في القصة؟ ثانية يا مس غالي. أه 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 أه. أبو قردان.
بحرف الألف. طيب ممكن يا أرجوز كمان، يلا يا شاطر انت بطل، وكمان اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا ما ينسوش ان هم يكتبوا لي في التعليقات كلمات بتبدأ بحرف الألف. يلا يا أرجوزو، ايه كمان الحرف الألف؟ أنف. برافو برافو عليك يا بطل، بطل يا أرجوز. طب ايه كمان بحرف الألف؟ مس غادة ثانية واحدة. اه أذن. برافو عليك يا أرجوزو، أذن تبدأ بحرف الألف، أذن بتبدأ بحرف الألف. شوت الله، شوف احنا جمعنا حاجات كتيرة بحرف الألف ازاي. أيوة، شوف أصحابي اللي بيتابعونا كمان، أصحابي اللي بيتابعونا كمان هيكتبوا لنا في التعليقات كلمات بتبدأ بحرف الألف. الله، ده حرف الألف ده شكله جميل قوي يا مس غادة. أيوة يا أرجل، إيه رأيك تيجي نلعب لعبة مع بعض؟ يلا يا مس غادة نلعب لعبة مع بعض. يلا يا أرجوزو، إيه رأيك تيجي تلعب مع أرنوب النهاردة ونشوف النهاردة هناكل. أرنب هياخد الجزر عشان اللي هياكله اللي بحرف الألف. حاضر يا مس غادة، هلعب مع أرنوب لعبة الحرف الألف. تعالى كده نشوف. يلا يا أرنوب، يلا نشوف حرف الألف. ثانية يا مس غادة، لا ده مش شكل حرف الألف اللي انت قلت لي عليه، ده مش ألف وفوقه همزة، لا. طب يلا نشوف. أيوة ده يا مس غادة، أيوة. يلا بسرعة ساعدوا يا أرجوز، ادي الأرنوب. أيوة، أخدنا الحرف الألف، برافو عليكم. يلا بسرعة شوفوا كمان في حرف الألف. في جزرة اهي يا مس. لا يا أرجوز استنى، ده مش شكل حرف أيوة ده مش شكل حرف الألف خالص. طب تعالوا كده نشوف الجزرة التانية، تعالوا كده. أيوة يا مس غادة لقيناه، حرف الألف، جزرة حرف الألف. برافو عليك يا أرجوز انت وأرنوب، جمعتوا النهاردة الجزر اللي فيه شكل حرف الألف. برافو عليكم يا حلوين. الله، أرنوب راح فين؟ أرنوب أخد الجزر يا مس غادة علشان ياكله هو كمان. و في ايه يا أرنوب؟ في ايه يا أرجوزو؟ مين بيعيط؟ مش عارف يا مس غادة، أنا سامع فعلا صوت حد بيعيط. و مين ده؟ مين بيعيط هنا؟ أنا يا أرجوزو، أنا بندق صاحبك. مالك يا بندق بتعيط ليه؟ أنا سمعتك أنت ومس غادة أخدتوا حرف الألف النهاردة، وكنت بتلعب مع أرنوب وكمان وأخدتوا حرف الألف. أيوة يا بندق. طب أنت زعلان ليه؟ أصلا أنا يا أرجوزة مش بعرف أكتب حرف الألف. طيب يا بندق ما تزعلش، مس غادة هتعلمنا حرف الألف بينكتب ازاي، صح يا مس غادة؟ طبعا هعلمكم حرف الألف بينكتب ازاي. يلا بينا نعرف حرف الألف بينكتب ازاي، يلا بينا. هذا السطر الجميل بتاعنا، مينفعش نكتب الحروف بتاعتنا الجميلة من غير السطر بتاعها. وبعدين اهو حرف الألف زي ما شوفنا شكله، يلا نكتبه. أنا واحد واقف على السطر وفوقي همزة اكتبها ازاي؟ هلال وخط مائل. برافو. تاني، أنا واحد واقف على السطر أهو، واحد واقف فوقي همزة، هلال وخط مائل. شطار، تعرفوا تكتبوه؟ أيوة يا مس غادة، شكرا ليكي يا مس غادة. أنا خلاص عرفت أكتب حرف الألف. هوعدك إن أنا كل يوم هقعد مع ماما واكتب حرف الألف، وانتوا كمان يا أحبابي يا حلوين. الشاطر النهاردة هيقعد مع ماما وهيكتب لنا النهاردة حرف الألف. واحد واقف على السطر فوقي همزة، هلال صغير وخط مائل. تيجوا ناخد تمرين جميل على حرف الألف قبل ما ناخد الصوتيات بتاعته. يلا يا حلوين، النهاردة جاي لنا تمرين جميل بيقول لي ايه؟ صل. هنوصل حرف الألف بالكلمة اللي بتبدأ بحرف الألف.
يلا معانا. اول حاجة سورة ايه؟ سورة ايه؟ ايوه برافو عليكم، انا سامعاكم. سورة انف. انف فيها حرف الالف. ايوه فيها حرف الالف. يلا بسرعة توصل لحرف الالف، هنوصلها لحرف الالف. طيب السورة التانية، تعالوا معايا نشوف سورة ايه دي. ايوه يا حلوين، سورة ايه؟ ايوه سمعتكم شطار. سورة قرد. قرد تبدأ بصوت حرف الألف، صوت لا يا مس شطار، برافو عليك. ويبقى احنا ما نوصلهاش، نسيبها واقفة كده ما نوصلهاش. طب تعالوا نشوف السورة التانية. سورة ايه دي؟ أذن. أو 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 أو. أيوة يا مس سامع الصوت، صوت حرف الألف، برافو سامعاكم. وصلوا بحرف الألف، برافو عليك. طيب نشوف السورة اللي بعدها. سورة ايه؟ أسد. بيبدأ حرف الألف، برافو حرف الألف شطار. وبكده النهاردة نكون انتهينا من الفيديو بتاعنا النهاردة. ما ننساش نعمل لايك ونشترك في القناة عشان يوصل لنا كل جديد ان شاء الله. والفيديو التاني ما تنسوش هنشوف فيه تمارين او اصوات حرف الالف وتمارين عليه. مع السلامة.